مقلوبة في الصومال، والجيش المصري اتحرك بسرعة الصاروخ بسبب ان في دولة عربية اسمها الامارات دفعت 13 مليون دولار لجنوب السودان عشان تعمل انبوب نفطي يتحرك من جنوب السودان الى الصومال الى اثيوبيا، مع توقيع السودان لاتفاق اسمها انتيبي وملخصها، والغرض منها ان هي تمنع وصول ميه لمصر اللي هي حصتها اصلا 55 مليون متر مكعب، اللي هي مش مكفيه مصر اصلا. يقللوا كميه الميه اللي داخله دي طبعا. ومصر كانت عامله حساب للسيناريو ده من شهر واحد اللي فات، وكانت عامله ماضيه مع الصومال اتفاقيه الدفاع المشترك ورفض الكيان الغير شرعي. واللي حصل بقى اليومين دول ان الصومال فعلت اتفاقيه الدفاع المشترك مع مصر، يعني اي بلد فيهم تتعرض لهجوم البلد التانيه تساعدها. يعني من الاخر كده المليارات اللي عماله تدي من الامارات لجنوب السودان واللي اثيوبيا عماله تعمله تبنيه، واللي بيحصل في البحر الاحمر لتعطيل قناه السويس، كانت قوة جبارة من الجيش المصري على أرض الصومال ما حصلتش قبل كده. وانتوا طبعا مش محتاجين أعرفكم إيه الجيش المصري عبر التاريخ، ابعتها لهم يمكن يعرفوا قيمتهم.